انا بعمل صابون سائل يا جماعه في البيت، جربوا الطريقه دي تحفه اهو. بجيب كيس كده بس عشان ما يقولوش بنعلن عليه، هو كيس يعني جاهز عادي، بيبقى فيه عجينه زي ما احنا شايفين كده، في عجينه تمام. وفي ده كيس اهو، كيس بيتشرى من اي عند بتاع منظفات، بيبقى قولوا له تركيبه صابون سائل اهو للمواعين، بيبقى امن على ايديكي جدا. كيس فيه بودره وكيس فيه بتختاري بقى، فيه بالليمون فيه عادي زي ما انت عايزه. وده البودره وده العجينه وده البودره. هفضي العجينه الاول اهو معاكم كده، هفضي العجينه تمام اهي، ده شكلها شايفين. دي العجينه بتاعتنا تبقى عامله كده. عايزه اقولك يا جماعه، عايزه اقولك يا حبيبتي انتي وهي يا اخواتي يا حبايبي، ان عايزه اقول لكم يا جماعه ده بيوفر معانا جدا اهو. طبعا نعمله بالميه بعدين. وهنقص البودره من غير ما نحط اي ميه ولا اي اضافات دلوقتي، هي يا دوب البودره والعجينه زي ما انتم شايفين كده. كميه العجينه عندنا اهو. و هفضي ده وقعت هنا، هفضي البودره كده زي ما انتم شايفين. طبعا بيطلع لونه صابون اخضر، ده هيطلع اخضر زي ما بنشوف. فضينا يا دوب العجينه على، بيوفر معانا جدا يا جماعه. بدل ما تقعدي تشتري كيلو او 2 كيلو، ده بيعمل معاكي حوالي 8 لتر مكتوب عليه 8 لتر. وفي انواع تانية بيعمل مثلا 6 لتر 7 لتر، ده بيعمل لي النوع اللي انا جايباه ده 8 لتر. شوف بقى انت الكيلو اللتر بكام دلوقتي اهو. بتدوبي العجينه بس مع البودره كده، وبعد كده لما تدوب تماما البودره في العجينه كده وتتمتزج مع بعضها، ببدا افضي الميه بتاعتي اهو يا جماعه. على فكره بيعمل رغوه جميله قوي وبيوفر معاكي. تجيبي بقى اي جيركن عندك، اي ازازه وتشيليه فيه اهو كده. وابدا افضي الميه بتاعتي. انا عندي ازازه 2.5 لتر اهي، وانا مش هكتر الميه علشان يبقى عندي تقيل اهو. وانا بنزل بالميه كده بقلب. ده الصابون السايل بتاعي علشان بس ما يغرقش الدنيا. ده الصابون السايل بتاعي، مجرباه قبل كده يا جماعه وتحفه. بيعمل رغوه وريحه وينضف الاطباق ويخلي المطبخ بتاعك تحفه. بصوا يا جماعه، بصوا لونه. بتقلبي كده علشان كل ما تقلبي يتقل معاكي على فكره. هوريكم دلوقتي دول لسه 2.5 لتر. هفضي كمان 2.5 لتر زيهم يبقوا 5 لتر ميه. عندنا الازازه كلها وهقلب. بصوا يا جماعه الصابون، بصوا الرغوه بتاعته ولونه جميل جدا، بقى ليه ريحه الليمون كده. بصوا، وهتقدري بقى تعبيه عندك في اي جيركن. بصوا يا جماعه، عايزه اوريكم التقل بتاعه تقيل، وعايزه اقول لكم عامل رغوه جميله وريحه جميله اهو شايفين. هزوده حبه ميه كمان واعبيه في الجيركن وارجع لكم بقى تاني. انا جربت غسلت بيه كوبايه طلع زي الفل اهو. وانا بجرب يعني الباكو ده او العبوه دي علشان توفر معايا في البيت بدل ما اشتري كل شويه اهو. هعبيه. بصوا يا جماعه الرغوه، بصوا يا جماعه، بصوا بجد تحفه. بصوا خلى الكوبايه بتلمع كده. بصوا انتوا تحسوا ان هو تقيل خفيف، لكن كل ما اقلب فيه بيتقل اكتر. بصوا الرغوه غنيه، الرغوه غنيه جدا، غني بالرغوه ما عندكوش فكره. شايفين بجد انا بجيبه ممكن يعمل على فكره كميه اكتر من كده كمان لو زودتي الميه، بس انا بحبه كده علشان يبقى رغوته غنيه قوي كده. شايفين كل ما اقلب الرغوه تزيد. شايفين يا جماعه؟ وجربت اغسل بيه طبق او كوبايه تحفه. شايفين؟ انا بحب اجرب الطريقه دي في البيت بدل ما اشتري كل شويه. بحب يعني اجيب العبوه بتفضل عندي فتره بصراحه، بتوفر معايا. جربوها، حاولوا تجربوها مش هتندموا. هتبقى هنا عندي جيركن اهو، وهبدا اعبي اهو.
يلا يا جماعه حاولوا تجربوه يا جماعه. خلاص يا جماعه انا خلصت وعبيتهم في الجراكن دي. اقسم بالله ده 4 لتر اتملى خالص يا جماعه. ملالي ده اهو، بصوا اتملى، شايفين اتملى اهو، شايفينه. وده نصه، ده 3 لتر عملي 4 لتر، وده جه نصه اهو، نصه شايفينه، نصه يعني ده 4 لتر. وكمان مرضتش ازود الميه قوي عشان ما يبقاش خفيف، يبقى تقيل. ملالي جيركن ونص، 4 لتر. وتعالوا بقى شوفوا الرغوه وانا بغسل الكوبايات. ايه التحفه دي، شايفين خلي الكوبايه عامله ازاي، شايفين اهو. انا حاطه حبه هنا، شايفين الكوبايه، شايفين يا جماعه. عماله اشوفها كذا مره الرغوه. شايفين الكوبايه بتبرق، شايفين يا جماعه، تحفه بجد. وبيوفر معايا. انا بحب اجيب الحاجه في البيت تبقى موجوده عندي في البيت، مش كل شويه اشتري 2 كيلو 3 كيلو 2 كيلو، فاهماني؟ لا كده الحاجه موجوده في البيت وتحفه. بتغسلي الحوض بتاعك، المواعين بتاعتك، كوباياتك، حاجتك زي الفل. جربوه يا حبايبي.